السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو اول مرة تشوفيني من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وحشتوني جدا، بقالي كتير جدا ما نزلتش فيديوهات، بس غصب عني كان عندي بس كده شوية ظروف، كنتش عارفة ان انا اصور. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه النهارده، وقبل ما نبدا تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا واضح جدا انا هعمل ايه. هنعمل بقى كده الكشري المشكل، اللي بناكله في المحلات. وطبعا اليومين دول الجو مش مستحمل ان احنا ناكل حاجه من بره، وعايزين ننوع في الاكلات كده، فقلنا ايه نعمل كشري. فاول حاجه عملتها حطيت ميه مغليه وحطيت جواها ايه شويه عدس. بعد كده رحت جايبه حله تانية في ميه مغليه وحطيتها على النار، وحطيت فيها ملح وسنه زيت، وحطيت فيها نوعين من المكرونه. طبعا النوعين دول اللي يريحك، اسباجيتي وبيبقى معاها حاجه تانية صغيره، اللي هي المعوجه شويه، مقصوصه، يعني زي ما انت حابه. المهم ان احنا حطينا ايه نوعين من المكرونه. بعد كده رحت جايبه الحله الصغننه دي اللي انتوا شايفينها، حطيت فيها اول ما سخنت كده رحت نازله ايه بشويه حمص، بحيث ان احنا نشغل ايه كذا حله مع بعض في نفس الوقت. يبقى كده خلصنا من يعني خلصنا كده من العدس، حطيناه على نار، وحطينا الحمص اهو على نار تانية، عين تانية يعني، وحطينا المكرونه تتسلق. هنا بقى كنت ايه حطيت زي ما قلت لكم المكرونه اتسلقت، وعندي العدس اتسلق، وكمان ايه الحمص شغال على النار. جبت بعد كده حله تانية وحطيت فيها زيت، وبدات كده ان انا ايه هقطع بصل. البصل ده طبعا لحاجتين. هعمل النهارده الكشري بطريقه مختلفه شويه بس حلوه جدا جدا وهتعجبكم ان شاء الله. طبعا هيكون انضف واحسن من المحلات ومن اللي بناكله بره، لان احنا اللي بناكله طبعا يعني مش مضمون تماما يعني. بس احنا طبعا ساعات بنلجأ له في الايه اوقات مش قادرين نعمل اكل في الشارع وعايزين ناكل حاجه او نفسنا راحت عليه. طبعا ده بيبقى رزق للايه للناس اللي بره. المهم ايه ان احنا عملت اول حاجه كده جبت البصل، وزي ما قلت لكم هعمله الحاجتين. هعمل جزء منه هاخده عشان احطه على الوش، و... والجزء التاني هحطه هعمل بالرز. يعني هعمل الرز كده يكون بني شويه. المهم زي ما انتوا شايفين كده ان انا مقطعه البصل بتاعي جوانح، يعني ايه مش كبيره عشان ما تبقاش واضحه قوي في الرز، وفي نفس الوقت ايه مش صغيره يعني كاني بعمل بصل للصلصه كده ولا حاجه، يعني كبيره شويه. المهم ايه قطعت كده البصل زي ما انتوا شايفين، وهبدا كده ان انا اشوح البصله بقى كده. وعايزه اقول لكم ان العدس ما اخدش حاجه خالص، هما غلوتين وقفلت عليه، وهحطه ايه كده في مصفى يتصفى. وكمان المكرونه جبت مصفى تانية وحطيتها ايه تتصفى ايه عشان ما تعجنش مني. حطيت بس سنه ملح كده عشان ايه البصل يدبل معايا على طول. وهبدا بقى كده ان انا ايه اشوح البصل لغايه ما يحمر مني، وهتشوفوا الدرجه اللي انا هوصل لها دلوقتي للبصل. والحمص طبعا هياخد معايا وقت شويه لان انا ايه ما كنتش مليناه يعني قبلها وكده، انا حطيته على طول من الكيس على الميه. المهم بقى ايه هسيب بقى كده البصله مع نفسها كده تتحمر. المهم بقى هفصل كده الكاميرا شويه عشان خاطر ايه، او يعني هسيب كده البصله مع نفسها تتحمر. وتعالوا بقى مع بعض نجهز حاجه سريعه بناكلها مع الكشري. طبعا بنحبها جدا الدقه هنعملها باسهل طريقه ممكن تتخيليها. هنجيب كده كوبايتين من الميه، ويعني الحاجه الوحيده بس اللي انا عايزه اقول لكم عليها ان المفروض الميه ما تكونش من الحنفيه، المفروض الميه تكون ايه ميه دافيه. المهم بقى هنا ايه زي ما انتوا شايفين كده جبت كوبايتين من الميه، وزي ما قلت لكم يفضل تكون ميه دافيه. وحطيت عليهم نص معلقه كده من الثوم المفروم، وهنحط ليمونه معصوره كده او ليمونتين، يعني عصير ليمونه او ليمونتين، بس كل ما هنكتر طبعا الليمون هيكون اكتر، هيكون يعني قصدي احسن. وهنحط كمون وكزبره. بس كده. يبقى زي ما قلت لكم سنه فلفل اسود بس بسيطه جدا، ما كتريش فلفل اسود لان الاساس التوابل في الدقه هي الكمون والكزبره والثوم والليمون. كتري من دول، ولو حسيتي ان هي محتاجه شويه ميه زودي. المهم ايه هنقلب كده فيها، وكده يبقى ايه خلصنا الدقه بتاعتنا بكل سهوله. المهم بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده قلبتها، وطبعا ايديا شغاله في البصله عشان ايه ما تحرقش مني. هنا حسيت ان الليمون قليل شويه، فرحت ايه مزوده ليمونه كمان.
وهقلب بقى كده ويبقى خلاص الدقة خلصت معايا. اسهل واحسن دقة ممكن تاخديها كده مع الكشري. وعملناها ايه بمكونات كلها من البيت. كلنا عندنا ليمون وكمون وتوم وكزبرة وخلاص على كده يكون ايه، وسنة الملح طبعا، وخلاص على كده يكون الايه الدقة خلصت معايا. هديها بس تقليبة واسيبها بقى. المهم بقى هنا ايه، البصل كنت عمالة اقلب فيه. شايفين بقى الدقة زي بتاعت بره بالظبط. هنجيب بقى البصل. شايفين بقى البصل اللي اتحمر معايا ازاي. طبعا ما تقلقوش، البصل احنا محتاجين نحمره عشان زي ما قلت لكم هناخد نص منه نحطه على الوش يبقى ايه زي البصل كده بتاع اللي بناكله بره. والنص التاني هعمل فيه ال الرز. طبعا في ناس هتقولي طب ليه حطيتي البصل ليه ما حطيتيش العدس. انا يا جماعه عايزه الرز يكون فيه بصل، مش عايزه العدس. عايزه العدس يكون ايه على الوش كده من فوق. المهم زي ما انتم شايفين كده جبت المصفى دي وجبت طبق حطيت فيه المناديل. وهنا بقى ايه بدأت كده ان انا اصفي جزء من البصل عشان خاطر ده زي ما قلت لكم اللي هحطه على الوش. شايفين بقى كده اهو ما شاء الله حلو جدا وقرمش معايا وبقى حلو قوي اهو. شايفين بس كده. المهم بقى ايه هسيب بقى كده البصل كده ركنته لغايه ما اجي اعمل الرز. ايه هروح ابدا اشتغل فيه يعني. ركنت الحله بتاعته وقلت ان انا اجهز الايه الصلصه بتاعه الكشري. جبت بقى كده حله على النار حطيت فيها زيت. اول ما سخن رحت حطيت بقى توم. وطبعا صلصه كشري يعني توم. المهم بقى ايه هقلب بقى التوم معايا لغايه ما يحمر كويس. وفي الوقت ده كنت مطلعه صلصه. حطيت بس كده ايه قرنين قطعتين 3 كده من القرن الفلفل الاحمر ده. وطبعا مش هكتر عشان خاطر ايه الفلفل حراق. المهم بقى ايه هنا كنت بقلب في التوم مع الفلفل زي ما انتم شايفين كده اهو. ومطلعه طبعا الصلصه. وعايزه اقول لكم ده يعتبر كده اخر كيس عندي صلصه من الحاجات المتخزنه عندي. وطبعا هنعمل مع بعض صلصه، هنعمل مع بعض روتين حلو جدا هيعجبكم ان شاء الله. المهم بقى ايه استنيت كده البصله لما احمرت مع الفلفل ورحت نازله ايه بالصلصه. وطبعا مش هنزل بيها كلها لان انا ايه مش عايزه صلصه كتير يعني على قد كميه الكشري اللي انا عاملاه. المهم بقى هنا ايه نزلت بالصلصه الكميه اللي انا محتاجاها. وهسيب بقى كده ايه يعني كسرت منها حته وهسيب الباقي كده يتشال تاني زي ما هو في الفريزر في الكيس. هغطي بقى الصلصه كده واسيبها تتسبك مع نفسها. المهم بقى ايه زي ما قلت لكم ما كترتش كميه الصلصه عشان خاطر ايه على قد كميه الكشري اللي انا عاملاها لان انا عامله كميه قليله يعني. المهم بقى هنا ايه رحت جايبه شويه شعريه قلت هحمرهم في نفس الحله بتاعه البصل. ركنت كده البصل على جنب عشان ما يعني ما اقلبهاش مع الشعريه وتبقى الشعريه لسه ما اتحمرتش. فقلت ايه ركنت البصله كده على جنب وبدات كان انا احمر جنبها في الشعريه. المهم بقى كده هنا زي ما انتم شايفين الشعريه كانت بدات تاخد لون معايا. وفي الوقت ده كنت ايه بغسل في الرز وصفيته عشان ايه يبقى جاهز عندي. كده المكرونه خلصت الصلصه جهزت والحمص والعدس. وعايزه اقول لكم اليوم ده كان ابني كان تعبان جدا جدا. عايزه اقول لكم حتى طريقه الغرف وكده ما جهزتهاش معاكم في الاخر لان هو كان عمال يعيط وتعبان. وعايزه اقول لكم كمان هتيجي هكمل لكم الفيديو واقول لكم اللي حصل يعني. المهم بقى هنا كانت الشعريه كانت بدات تاخد لون معايا زي ما انتم شايفين كده اهو بعيد عن البصل. المهم بقى هنا ايه اهو خلاص تمام التمام وبقى كله جاهز. فاضل بس الرز. فانا قلت ايه مش هجهز الرز بتاع الكشري غير على الاخر ايه وقت ما هنكون هناكل. شايفين بقى الشعريه ما شاء الله اخدت اللون اهي. هقلب بقى كده البصله مع الشعريه مع الرز زي ما انتم شايفين كده اهو. وطبعا يا جماعه الطريقه دي هتخلي الرز مش ابيض زي بتاع بره، هتخليه بني شويه. وانا حابه الطريقه دي. المهم ايه وكل واحد على حسب ما هو عايز. حابه يكون الرز عايز زي بتاع بره استغني عن خطوه البصل. شيلي البصل وحطي ايه الرز بالشعريه وقلبي فيهم العدس وهيطلع معاكي زي بتاع بره بالظبط. بس في الحاله دي العدس ما تسويهوش يعني اديله غلوه واحده بس عشان لسه هياخد تسويه مع الرز. المهم بقى ايه لكن انا سويت العدس تسويه كامله عشان خاطر انا ما حطيتوش مع الرز. المهم بقى هنا رحت منزله بقى الميه بتاعه الرز اللي محتاجها. كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. وهقلب بقى كده الرز زي ما انتم شايفين وهغطي عليه واوطي وهدي النار واسيبه ايه يستوي مع نفسه. وهظبط الملح بتاعي وخلاص على كده.
طبعا هنا بقى زي ما قلت لكم ابني كان عمال يعيط وتعبان اليوم ده، فعايزه اقول لكم ان انا غرفت ونسيت احط الحمص ونسيت احط البصل من كتر استعجالي ان هو كان تعبان. المهم زي ما انتم شايفين كده حطيت رشه صلصه على الوش، وادي كده غرفت طبق صلصه كده كماله، وادي طبق الدقه زي ما انتم شايفين زي بتاعه بره بالظبط، ما شاء الله حلوه جدا. شايفين الكشري بقى يعني انضف واحلى من بره بكتير. المهم بقى ايه، ده كان الفيديو بتاع النهارده زي ما انتم شايفين اهو، وده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم وان شاء الله مش هتاخر عليكم تاني. انا غرفت بقى وفي الاخر رحت افتكرت البصل ورحت حطاه على الوش في الاخر. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.